هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل صنف حلويات. حلويات زيكم يا حلويات، وحشتوني جدا جدا. النهارده حبيت تكون الوصفه كده مختلفه، مش زي كل مره حاجات حادقه. النهارده هنعمل جلاش بالمكسرات او بقلاوه. نقول بسم الله ونصلي على الرسول ونبتدي. لفة جلاش كده عندي حلوة في الفريزر، كان بقالها كده شوية. طلعتها جيت استخدمها، لقيت فيها ورق مقطع او ملزق، فقلت خلاص مش هتنفع في صنف حادق، نعملها صنف حلو وان شاء الله حاجة تبقى كويسة وتعجبكم. لفة الجلاش اللي عندي دي بفتحها وبشوف هي كام ورقة. يعني ايه؟ يعني هي مثلا لو 12 ورقة، انا مطلوب مني ان انا كل 3 ورقات اجمعهم مع بعض واعملهم على 4 مجموعات. 4 مجموعات ليه يا مرمر؟ لان انا البايركس اللي عندي مساحته كفت 4 مجموعات. طيب لو انت البايركس بتاعك اصغر شوية، اعمليهم 3 مجموعات. بمعنى ان لو هي 12 ورقة على 3 مجموعات، هتبقى كل مجموعة 4 ورقات. ولو هنعملها على 3 مجموعات يبقى كل مجموعة 4 ورقات مش 3. هي مسألة حسابية كده، بس انتوا تفهموني ما تقلقوش. هتشوفوا دلوقتي انا اهو كده بلف كل مجموعة زي ما انتوا شايفين. جمعتهم بقوا 4. هجيب بقى البايركس بتاعي او الصينية او whatever، احضره جنبي. ودي المكسرات، كان عندي شوية مكسرات مع شوية زبيب، ولو عايزة تحطي جوز هند حطي. ونبدأ ناخد كل مجموعة ونحشيها زي ما انتوا شايفين كده. وانتي بتحشي تعملي حساب المقاس بتاع صينيتك او البايركس. انا هنا قررت ان انا هحط البايركس بتاعي، الجلاش جوه البايركس بالعرض مش بالطول. فخليت كده الجناب بتاعة الجلاش فاضية، ما فيهاش مكسرات كتير عشان لما اجي الفه. وكده كده لما تيجي ترصيهم في الصينية، المكسرات هتبقى في الاطراف برضو، ما تقلقيش يعني. لفتهم كده رول. هي دي بقى التريك اللي بقولك عليها، مش تاخد منك وقت خالص، في دقيقتين هتكوني خلصتي الصينية. اهو شوفي اول رول كده حطيناه، دول التاني والتالت والرابع رصيناهم جنب بعض. هبدأ اقطعهم التقطيعة اللي انت عايزاها براحتك ببساطة خالص. عايزة تقطعيهم بالعرض، عايزة تقطعيهم كده زي ما هما زجزاج زي ما انا عاملة، تعمليهم سمبوكسات، الشكل بقى اللي يريحك زي ما انت عايزة. بس بقطعهم دلوقتي ليه؟ عشان لما انزل بالمادة الدهنية اللي عندي ولما اجي اسقيها تاني بالشربات، يكون الحاجة بتاعتي السوائل دخلت في الصينية كلها. هنا بقى عندي المادة الدهنية هتشوفوها دلوقتي. انا عندي كوباية كده من السمنة البلدي او الزبدة، هكون مسيحاها ومحضراها عندي اهي. وهنزل فيها بمعلقة من البيكنج باودر. ليه بيكنج باودر؟ عشان هو ده اللي هيورق معايا الجلاش ويخليه كده منفوخ ومخرفش كده معاكي. بس هسقيها، وطبعا هحركها يمين وشمال عشان المادة الدهنية تدخل فيها كلها. وهكون انا محضرة عندي الشربات قبلها، ولازم يكون الشربات بتاعك بارد. الشربات 2 سكر على كوباية مية وعصرة ليمون. سيبيه على النار 6 دقايق وتطفيه. هنا احمرت خلاص، بسقيها بالشربات. وبعد كده اسيبها شوية تتشرب، اكون مغطياها بصينية او بورق فايل او حتى فوطة. وبعدين تقطعيها وبألف هنا وشفا. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. بحبكم قوي قوي، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير. ولو بتتابعوني على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، يا ريت لايك وفولو. كومنت لطيف زيكم بيخليني سعيدة جدا جدا وفرحانة. يا رب تكون وصفتي سهلة وعجبتكم. باي باي.